الهدف بتاع المغرب. شفتوا قد ايه كميه الاستهزاء والاستهتار باللعيبه المغاربه، وفي الاخر يطلعوا يقولوا ايه؟ يطلعوا يقولوا ده المغرب بتكسب بالتحكيم. اين هو التحكيم يا سيد الفاضل؟ اين التحكيم يا سيد الفاضل؟ دلوقتي احنا عاوزين بقى ادله على كلامكم وعلى اللي انتوا بتقولوه على المغرب. المغرب بيكسب بالتحكيم، اين هو التحكيم؟ اين التحكيم من بعد ما يبقى يعني بجد جايب هدف محترم والمفروض كانت النتيجه 2-1 يحذفه ويقول لك لا ده خطأ مش هدف. شفتوا كمية الاستهتار؟ ويشاء ربنا يفضحهم بفيديو مسرب، ويعني بجد بقوا مسخة للعالم. ما بقاش بس على فكرة المغرب دلوقتي ما بقاش ليها أعداء قريبين منها فقط، ولكن الأعداء بقت تحاوط المملكة المغربية من كل مكان. يعني شفتوا بس لمجرد ان المغرب بتلتقي مباراة ودية بالإكوادور عملوا فيهم ايه؟ لغوا لهم هدف كان من حقهم. ده فبيدل على انهم خايفين، بيدل على انهم مرعوبين من المغرب، بيدل على انهم هايبين الموضوع بزياده. فبيقول لك دي مباراه وديه، ما ينفعش المغرب يعلم علينا في ارضنا، ما ينفعش المغرب يعلم علينا. يبقى اذا يا ساده يا افاضل نستنتج من هنا ان المغرب بيتظلم تحكيمي، واللي هيتكلم ويقول ان المغرب بيكسب بالتحكيم هعرض له الفيديو ده وواجهه بيه واقول له حضرتك شخص منافق ومضلل وان المغرب هو اللي بيتظلم. مبدئيا المباراه بتاعه المغرب اللي هي تحت سن 17 لما يعني المغرب طحن فيها الجزائر 3-0، يمكن ده مصبرنا شوية عن الوضع اللي حصل. ده مصبرنا شوية، الناشئين يعني صبرونا لحين ما تبقى المباراة رسمية بقى. السيد فوزي لقجع يا جماعة لم ولن يعني يهدأ ولم يسكت على اللي حصل، وان شاء الله المهزله دي مش هتحصل في المباراه اللي طبعا هتبقى رسمي. المباراه الرسميه مش هيبقى فيها المهزله دي ولا هيبقى فيها الاستهتار ده تاني. والسيد فوزي لقجع قال انا هحضر بنفسي المباراه علشان اشوف فعلا المغرب يعني بيتم الاستهتار بيه وانا موجود ولا لا. طبعا الراجل ده كان قراره وكان قرار صائب جدا جدا، وكان بيقول انه هيحضر، وفي نفس الوقت كمان دي بطولة كاس العالم يا جماعة، مش بطولة اي كلام، دي هتبقى بطولة كاس العالم ل 2026 وكلنا طبعا من توقعاتنا هتكون في صالح المنتخب المغربي. المغرب بإذن الله هو اللي هيفوز ببطولة كاس العالم للكبار. وبالرغم من كده برضو الناشئين يا جماعة خرطوا الجزائر 3-0، خلوا الجزائريين مروحين يولولوا. بجد بجد حاجة في منتهى الجمال وحاجة في منتهى الروعة. طبعا الفريق المصري كسب السعودية برضو، وانا بشيد ببسالة وقوة فريقنا فريق يعني مصر الجمهورية العظيمة. ولكن برضو انا احب الفت الانتباه للكل، سواء انت مصري فكسبت وانتصرت على السعودية، فبرضو الفريق السعودي يعني مش اللي هو الفريق اللي الواحد يتخاف منه، او الفريق اللي انت مثلا تدخل تترعب منه او تتشتت او كده. زي ما شفنا حضراتكم اثناء مباراة الجزائر والمغرب تحت سن 17 سنة، شفنا اللعيبة الجزائريين كانوا عاملين ازاي مشتتين، لدرجة ان حركة واحدة بس لاعب مغربي عملها خلاهم يجيبوا جون في نفسهم. ده ان دل فبيدل على انهم ما عندهمش ثقة ولا عندهم يعني ثبات انفعالي اثناء المباراة، اي شيء بيأثر فيهم. ولكن انا احب اقول مش معنى ان احنا كسبنا يبقى احنا كده هنواجه المغرب وهنكسبهم زي ما كسبنا السعوديه. لا طبعا، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. احنا فريق قوي كل حاجه، ولكن يوجد الاقوى مننا. الفريق المغربي يا جماعه اقوى الفرق الرياضيه دلوقتي ما شاء الله عالميا وعربيا وافريقيا. الفريق ده
ان شاء الله هتكون البطوله يعني تحت سن 17 سنه في صالح المنتخب المغربي. بطوله شمال افريقيا يا جماعه ستكون من صالح المنتخب المغربي، وبطوله كاس العالم 2026 ستكون من صالح المنتخب المغربي. ليه؟ لان المنتخب ده منتخب كبير، ومنتخب يعني له قدر كبير وقدر عظيم جدا جدا في قلوبنا، واحنا عارفين قد ايه احنا بننافس مين، وقد ايه المنتخب ده منتخب يعني عدى العالمية. وطبعا يعني لا بقى دلوقتي لا كريستيانو ولا ميسي ولا الكلام ده، احنا عندنا يكفي بس أشرف حكيمي اللي تألق وأبدع امبارح وخلانا يعني طايرين من الفرحة والسعادة، طايرين من الفرحة والسعادة. الفريق ده محترم ويستاهل كل التقدم والفوز، وبإذن الله سيحالفه الحظ ببطولة كأس العالم، وسيحالفه الحظ لبطولة شمال أفريقيا. فبالله عليكم اخواتي تابعوا الفيديو لان عشان تعرفوا بقيه التفاصيل. اتمنى من حضراتكم الاشتراك، فعلوا اختكم زر الجرس، ما تنسوش فضل حطوا لي اللايك، وبالله عليكم صلوا على سيدنا النبي.